حضرات السيدات والسادة، أشرفني في البداية أن أرحب بكم جميعا وأشكركم على تلبية دعوة حضور فعالية الدورة الثانية للمعرض الجهوي للمنتجات الفلاحية المحلية الذي ينظم من طرف الغرفة الفلاحية الجهوية ممتازة لقسم الدولات ابتداء من 10 إلى 14 يونيو 2014 مساحة معارض ممتازة بتنسيق مع معاملاتها الممتازة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات في أقاليم ممتازة بقسم دولة كرسيف ممتازة ومجموعة الفلاح وبتعاون مع المديرية الجهوية للفلاحة بالكتيبة، وذلك تحت شعار منتجاتنا الفلاحية المحلية كنوز طبيعية وخبرة إنسانية. حضور كريم، يندرج تنظيم هذا المعرض الجهوي في إطار الاستراتيجية العامة وتوجهات وزارة الفلاحة والصيد البحري التي تروم بالأساس إلى مواكبة وتعزيز وتقوية دينامية تنمية القطاع الفلاحي في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده خلال المعرض الدولي للفلاحة المدينة في تاريخ 22 أبريل 2008 وإلى تثمين المؤهلات الجهوية والوطنية وتضافر جهود كافة الشركاء لتنمية المنتجات المحلية وإعداد أرضية لتطوير وتعزيز التكنولوجيا الجديدة وكذا نقلها على مستوى التثمين والتصوير وتنمية سلاسل الإنتاج بشراكة مع الجمعيات والفاعلين في مجال المنتجات الفلاحية المحلية، فضلا عن إبراز المؤهلات الفلاحية التي تزهر بها الجهة وخلق فضائل التعاونيات والجمعيات العاملة في القطاع الفلاحي لترويج منتجاتها وتمكينها من الاطلاع على التجارب الجميلة. حضور كريم، تعد تنمية المنتوجات الفلاحية على المستوى الوطني إحدى أهم مكونات الدعم الثانية التي أتى بها مخطط المغرب الأخضر والموجهة للفلاحة التضامنية، وهو ما سيجعل من هذا المعرض الجهوي فضاء حقيقيا للاستشارة والتواصل بين كل الفاعلين في هذا القطاع من منتجين ومستثمرين، بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات بين المهنيين والشركاء الفاعلين وإبراز المؤهلات الفلاحية التي تزخر بها الجهة وكذا باقي جهات المملكة الشريفة وتقريبها من مراكز الاستهلاك وكذا التعرف على أحدث التقنيات والآليات الفلاحية بهدف تطوير الإنتاج وتنمية القطاع وتشجيع التسويق. حضرات السيدات والسادة، تسخر جهة ممتازة بقسم دولة المؤهلات الفلاحية كاملة وواعدة تؤهلها لاستقطاب استثمارات فلاحية كبرى توفر مناصب شغل إضافية وتساهم في الرفع من مردوديات الإنتاج الفلاحي وتثمين المنتجات عن طريق عشرات وسائل الإنتاج، وبالتالي جعل الجهة قادرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني وخاصة في المجال الفلاحي. ويعد تنظيم هذا المعرض الجهوي تأكيدا لهذا الموقع الاستراتيجي وذلك تماشيا مع التوجهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة تقريب الذكرى 13 لعيد العشر المجيد لسنة 2012 حيث قال حفظه الله: واعتبارا بمنقوله من أهمية بالغة للقطاع الفلاحي فإنه يتعين مضاعفة العناية بمخطط المغرب الأخضر الذي يعد عاملا أساسيا للتنمية الفلاحية، وهو ما يتطلب تكثيف أنشطته بقصد توسيع وتنويع المنتوج المغربي والرفع من مردوديته وتقوية قدرات الفلاحين الصغار في إطار برامج تضامنية تساهم في تحسين الظروف المعيشية لساكنة العالم القروي، لا سيما في الظرفية المناخية الصعبة التي عرفها المغرب خلال السنة الأخيرة. انتهى كلام جلالة الملك. حضور كريم، تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه بتاريخ 18 مايو 2005 ورشا ملكيا مفتوحا وإحدى أهم المشاريع الاجتماعية التنموية الهادفة إلى الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية في بلادنا والتي جعلت الاهتمام بالعنصر البشري في صلب أولوياتها عبر اعتمادها على مناهج استراتيجية ومقاربات جديدة في التسيير والتدبير وكذا على منظومة قوية من القيم والمبادئ المتمثلة أساسا في احترام كرامة الإنسان وتقوية الشعور بالمواطنة
وتعزيز الثقة والانخراط المسؤول للمواطن والقرب والحكمة الجيدة، كما أنها أصبحت نموذجا رائدا يقتدى به على الصعيد العالمي لفعل التجربة التي راكبتها بلادنا في هذا المجال، حيث مكنت بفعل نجاحاتها من تعبئة الكثير من الدول والمنظمات الدولية الوازنة لتصبح شريكة في هذا النقش الوطني المفتوح باستمرار، كما أن دعم الإنتاج الاقتصادي وخلق فرص الشغل لفائدة النساء والشباب عن طريق الأنشطة المدرة للدخل يشكل أبرز مجالات تدخل هذا المشروع المجتمعي الطموح، والذي يرغب تقليص نسبة الفقر ومحاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي وصيانة كرامة المواطن. وإن أنتهز هذه الفرصة السعيدة لأتقدم لكم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكافة الفاعلين والشركاء في مجال التنمية البشرية من منتخبين وسلطات محلية ومصالح خارجية ومؤسسات حكومية ومجتمع مدني ووسائل الإعلام الذين يعملون كل من موقعه للنهوض بقطاع الفلاحة الذي أحاط وجلات الملك بعنايته وتتبعه المستمر والدؤوب. وفي الختام لا يسعني إلا أن أجدد الترحاب بالجميع متمنيا لكم كامل التوفيق والنجاح لفعالية الدورة الثانية للمعرض الجهوي للمنتجات الفلاحية المحلية المنظم بمدينة تازة. وفقنا الله جميعا لما فيه خير الصالح العام تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وأقر عينه بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملك الأمير مولاي الحسن، وشد أجره بشقيقه السعيد صاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد وباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.